لاعبين يذهبون للاختبارات في أوروبا، وعادل عباس لا يذهب، وهو أبرز موهبة يمنية حاليا. أعتقد هذا السؤال تكرر أكثر من مرة، تكرر في كل مكان. اللاعب عادل عباس يعتبر من أفضل المواهب اليمنية، بالعكس حاولت. لو أستاذ عمرو تدي لنا المذكرات اللي أرسلها شركة ذاتوب بلاير لنادي التلال بخصوص عادل عباس. نعم عزيزي، مثل ما قلت اللاعب عادل عباس حصل على 4 دعوات مختلفة من أندية في إسبانيا، وكذلك نعم كذلك قمنا بمخاطبة النادي من أجل الموافقة للعب، ولكن لم نتلقى أي رد من النادي، وانتظرنا من الشهر السابع يوم 28/7 السنة اللي فاتت لحد الآن، فاتخذنا خطوة للأمام إنه خلاص نمشي بدون عادل عباس. لا أنكر إنه اللاعب عادل عباس لاعب أنت تختار من اليمن ولا تنتظر من يدي لك السيفي حقه؟ عزيزي، الموضوع ما فيه انه اللاعب ياتي الى الشركه، نحن لا نذهب لاي لاعب حتى لو يكون ميسي اليمن، نحن لا نذهب لاي لاعب باستثناء اللاعب عادل عباس. نعم نحن ذهبنا اليه وتكلمنا معه انه نريد نزوجك لانه موهبه خارجه، حاولنا ان احنا نساعده. الذي صار انه ما لقينا اهتمام، كان هناك عده اسباب، منها انه النادي لم يرد علينا، واحنا نمشي وفق قوانين ونظم خاصه، سواء كانت خاصه بالشركه أو بتتعلق بالاختبارات والأندية الأخرى.